بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أزف إليكم تحية معطرة بالحب الصادق مفعمة بالرحمة والرأفة، تحية أحلى من العسل، تحية أطيب من ريح المسك، تحية أنور من نور القمر، تحية بدها سنة وردها واجبة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية، خطبتنا اليوم تتعلق أهمية التكنولوجيا في التعلم والتعليم. نتكلم في هذه الحفلة المباركة الميمونة عن أهمية التقنية أو التكنولوجيا في التعلم والتعليم. وقبل الشروع في الموضوع، ماذا تعني التكنولوجيا؟ تكنولوجيا هي كلمة أعجمية ذات أصل يوناني تتكون من مقطعين، كلمة التكنو والتي تعني حرفة أو مهارة أو فن، والكلمة اللوجي التي تعني علم أو دراسة، ليصاغ الكل في كلمة التكنولوجيا بمعنى علم الأداء أو علم التطبيق. تعرف التكنولوجيا بأنها مجموع التقنيات والمهارات والأساليب والعمليات المستخدمة في إنتاج البضائع أو الخدمات أو في تحقيق الأهداف مثل البحث العلمي. أو التكنولوجيا على أنها تطبيق المهارات لتجهيز وإنتاج البضائع أو الخدمات المختلفة حيث تشمل كافة الآلات والأدوات والطرق أو الأساليب التي يتم استخدامها لتحويل الموارد إلى العناصر يحتاجها الناس. وبالتالي تعد التكنولوجيا واحدة من أقوى عوامل التغيير في المجتمع. أكدت المؤتمرات الدولية على أهمية استخدام التقنيات الحديثة والبرامج المعلوماتية التربوية. فعلى سبيل المثال، جاء المؤتمر اليونسكو المنعقد في باريس عام 1989 تحت اسم المؤتمر الدولي التربوية والمعلوماتية بأن المعلوماتية مدعوة إلى الاحتيال المكان الدائم لها في إعداد أدوات القادرة الفاعلية الداخلية والخارجية للنظم التربوية. فالتقنيات الحديثة تساعد على إتمام العملية التعليمية وإنجازها من تعلم التي يساعد المعلم في شرح الدروس وحل التمارين وتقديم المعارف. وقال أحد الباحثين الغربيين إلى أن المتعلمين يتعلمون عند استخدام التقنيات أي الحاسوب بسرعة أكثر من تعلمهم وفق الطرائق العادية. ما هي التقنيات التربوية؟ التقنيات التربوية هي تطبيق المبادئ العلمية في تسهيل العملية التعليم وإنجازها من خلال المساعدة. التقنيات التربوية هي تطبيق المبادئ العلمية في تسهيل العملية التعليم، وتزيد هذه التقنية من فرص الوصول للمعلومات من قبل المعلم المحترف، كما تعزز مفاهيم التعليم وتجعل عملية التعليم أكثر بساطة في التعلم. وأخيراً، أهمية التقنيات الحديثة في التعليم. التشويق، حيث يعتبر التشويق مضافاً إلى دافعية من عوامل الهامة في نجاح المتعلم. تثير جذب الانتباه انطلاقاً من مثل السين القائل: ما أسمعه أنساه وما أراه أتذكره وما أعمله بيدي أتعلمه. تقليل زمن التعلم وزيادة التحصيل باستغلال التقنية الحديثة في نجاح المتعلم. مساعدة المعلمين والمتعلمين على تفكير الإبداعي في نجاح الفصل. جعل غرفة الدرس بيئة تعليمية تمتاز بالتفاعل المتبادل. هذا آخر كلامي، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.